اخواتي مبرمجين اولى ثانوي طلبه اللغات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده اسمه فيديو الضربه القاضيه. ليه اسمه كده؟ لان انا هلم لك المنهج كله في ربع ساعه بس. يلا بينا بقى بسرعه قبل ما الربع ساعه تروح مننا. يلا بينا. احنا عندنا المنهج متقسم 4 فصول. اول فصل وهو بيتكلم على النيتورك، تاني فصل بيتكلم عن الداتابيز، طب تالت فصل بيتكلم عن الجوريزمز اند بروجرامينج لانجويج، طب رابع فصل بيتكلم عن ايه؟ اساسيات الموقع اللي هي HTML و CSS والجافا سكريبت. تعال نمسك نلخص اول فصل على طول. يعني ايه انفورميشن نتورك؟ انفورميشن نتورك هي الشبكه بتشبه الشبكه العنكبوتيه بتستخدم لتبادل البيانات. طب كمبيوتر نتورك هي شويه اجهزه متصله ببعض بتعمل ايه؟ بتتبادل البيانات فيما بينها. طيب عندنا انواع الشبكات، شبكه حاجتين، اللان والوان. اللان وهي شبكه على نطاق محلي، طب الوان هي شبكه على نطاق واسع. اللان دي زي شبكه منزليه، طب الوان زي شبكه بتربط دول ببعض. طيب نيجي بقى لللان. لو دخلنا لللان فيها نوعين، حاجه اسمها وايرد لان وتاني حاجه اسمها وايرلس لان. الوايرد لان هي شويه اجهزه متصله مع بعضها بكابلات، طب الوايرلس لان شويه اجهزه متصله ببعضها بس من غير كابلات، زي الواي فاي. طيب عندنا هنا الخطوات الاتصال بالانترنت 3 خطوات. اول حاجه وهي الاي اس بي. يعني ايه اي اس بي؟ هو الشركه اللي انت بتمضي معاها عقد عشان توفر لك خدمه الانترنت، اسمها بروفايدر اي اس بي. طب الراوتر هو الجهاز اللي بيبقى في كل بيت حد فينا. طب بيعمل الراوتر ده؟ وظيفته اللي هو بيبادل البيانات او البيانات بتتبادل مع بعضها عبر الشبكه. طيب تالت حاجه وهو المحول. الاول الهب ده بيبقى فين؟ بيبقى اللي هو الكابينه اللي بتبقى تحت البيت عندك. الفني بيجي بياخد سلك من الراوتر وبيدخله في الهب دوت عشان يشغل لك النت بتاعك. طيب عندنا حاجه اسمها بقى السيركت سويتشنج وباكيت سويتشنج. طيب السيركت سويتشنج دي اللي هي ايه؟ بيبقى اتصال مستقر. طب الباكيت سويتشنج لا، هو بيقسم البيانات الى تشانكس او حزم. الحزم دي ساعات بتفقد مع الارسال، عشان كده الباكيت سويتشنج دي بيستخدموها في بث الفيديو، ساعات بتلاقي فيه شوشره ففي حزم افقدت. طيب تعالى بقى للبروتوكولات بتاعتنا. عندنا بروتوكول اسمه التي سي بي. ايه وظيفه بروتوكول التي سي بي دوت؟ تعالى الاول نمسك الجزء ده قبل الجزء ده. عندنا حاجه اسمها الاي بي. يعني ايه اي بي؟ اي جهاز موجود على الانترنت متعرف باي بي. اي جهاز موجود على الانترنت بيبقى ليه اي بي معين، ما ينفعش الجهازين على الانترنت يبقى ليهم نفس الاي بي. طيب يا ريس، عندنا حاجه بقى اسمها اي بي فيرجن 4، بيبقى متكون من 4 بلوك، كل بلوك فيه محتوى على 8 بت، فعدد بتات الاي بي كله كام؟ 32 بتس. طب الاي بي فيرجن 4 ده خلاص ما بقوش يستخدموه. ليه؟ لان الايباد بتاعته خلصت، فعملوا ابجريد لحاجه اسمها اي بي فيرجن 6 بيحتوي على كام؟ 128 بتس. عندنا حاجه بقى اسمها الدومين نيم. الدومين ده اللي هو زي جوجل دوت كوم، زي فيس بوك دوت كوم، ده الدومين نيم. طيب الدومين نيم ده في الاصل هو اي بي، بس هم ليه عملوا الدومين نيم ده؟ علشان هل احنا لو عايزين ندخل على جوجل او فيسبوك لازم نكون حافظين الاي بي اللي هو الارقام؟ اكيد لا، فربطوا كل اي بي بحاجه اسمها دومين عشان يبقى ايه؟ سهل الحفظ. طيب ده كده الدومين. علشان نحول الاي بي اللي هو الرقم الرخم ده للدومين، في حاجه في النص اسمها DNS سيرفر. الدي ان اس سيرفر ده هو سيستم مسؤول عن تحويل الاي بي لدومين سهل الحفظ. طيب نيجي بقى على البروتوكولات بتاعتنا. عندنا بروتوكول اسمه تي سي بي، وده اهم بروتوكول عندنا. ليه؟ لان البروتوكول ده بص، البيانات بتاعتك بعد ما بتتقسم لحزم، الحزم دي اسمها باكيتس، بعد ما بتتقسم لحزم بترسل عبر الشبكه. فالبروتوكول ده بيعمل ايه؟ بيرتب الحزم دي وبيرسلها عبر الشبكه، واي حزم مفقوده بيعيد ارسالها مره تاني عشان ايه؟ الارسال كله يكتمل. طيب بعد ما البيانات بتتقسم لحاجه اسمها باكيتس، بتشوف اسرع طريق تمشي فيه
في الشبكه. فالعمليه دي بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها الراوتنج، بيبقى اسمها راوتنج. طيب عندنا بقى بروتوكول تاني اسمه يو دي بي. اليو دي بي ده هو بس مسؤوليته ايه؟ اللي هو بيخلي الارسال يكتمل، يخلي الارسال كامل يكتمل. وبيستخدموه في ايه؟ في الفويس والفيديو، في بس الفيديو اللي هو البث المباشر. ماشي، خلصنا يا باشا الفصل الاول بعنوان نيتورك. نخش على الفصل الثاني وهو الداتابيز. يعني ايه داتابيز؟ هو مكان بيستور وبيورجنايز الداتا بتاعتك. طب الدي بي ام اس هو نظام بيدير الداتابيز، يبقى الدي بي ام اس هو سيستم بيمانج الداتابيز بتاعتك. طيب الداتابيز دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من تيبل، جدول. الجدول ده بيبقى متكون من صفوف واعمده، من صفوف واعمده. طيب عندك حاجه اسمها برايمري كي. برايمري كي ده هو بيبقى حاجه يونيك في جدول الداتابيز، بيميز كل صف عن الثاني. طيب عندنا بقى العمليات اللي بتتم على الداتابيز 3 حاجات. اول حاجه اسمها سيلكشن، ثاني حاجه اسمها بروجكشن، ثالث حاجه اسمها جوين. السيلكشن هو بينقي صفوف معينه من الجدول بناء على امر معين. طب البروجكشن بيعرض عمود واحد فقط من الجدول. طب الجوين بيضم كذا جدول في بعض عشان يطلعوا جدول واحد بس. ده كده باختصارا سريعا الداتابيز. تعال بس قبل ما نخلص عندنا حاجه كده بسيطه، وهي حاجه اسمها السيكوال او النو سيكوال. دي لغات استعلام هيكليه، يعني لغات استعلام في الداتابيز. كده خلصنا الفصل الثاني. نخش على الفصل الثالث بعنوان الالجوريزمز اند بروجرامينج لانجويج. يعني ايه الجوريزم؟ الجوريزم هي شويه ستيبس بنمشي عليها علشان نحل مشكله معينه. طيب المشكله او الالجوريزم دي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في حاجه اسمها فلو تشارت. الفلو تشارت ده بيبقى شويه اشكال من معين لمستطيل لدوريه، شويه اشكال عشان نحقق او نحل الالجوريزم ديت. طيب عندنا حاجه اسمها اكتيفيتي دايجرام، وعندنا حاجه اسمها كنترول ستراكشر، والالجوريزم احنا قلناها، والفلو تشارت. الفلو تشارت دي زي الاكتيفيتي دايجرام. الاثنين يعني طريقتين نستخدمهم عشان نحل مشكله معينه. طيب نخش بقى على اساسيات لغه البرمجه. عندنا حاجه اسمها فاريبل. فاريبل ده زي مثلا ايه؟ ده كده فاريبل بيساوي 5، فاحنا عملنا خزنا الفاليو دي في الفاريبل ده. الفاريبل ده نقدر نستخدمه في اي حته في البرنامج. عندنا بقى شويه كده ايه رموز او عمليات حسابيه زي الاس، زي اسم المعامل الصحيح. يعني دي بنستخدمها في ايه؟ لو مثلا 9 على 2 بتساوي 4.5، فناخد الرقم الصحيح بس. دي بقى الاسم كلنا عارفينها. دي الايكوال اللي يساوي، دي نوت ايكوال، ودي اللوجيكال اللي هي الاند والاور، ومش هيسالك فيهم قوي يعني، مش مقارنه هنا قوي. وعندنا طبعا البلس والماينس والاديشن اللي هو ايه؟ الاديشن ده اللي هو الضرب والقسمه. طبعا كل دي كلها عمليات حسابيه. ماشي، عندنا حاجه اسمها قاعده فور او فور لوب. ايه فور لوب ديت؟ فور بيبقى فور لوب بيبقى فيه هنا زي رينج مثلا من 0 لحد 3، وبيقول لك ايه؟ برنت الفور لوب ديت. فبنبرنتها ازاي او بنطبعها ازاي؟ بنعمل 0 1 2. ليه ما عملناش 3؟ لان هنا بيديك هنا ستارت وهنا اند، هنا ستارت وهنا اند، بس الاند بتاع الاوتبوت ده بيبقى الاند ده ناقص 1، اللي هو 3 ناقص 1، يبقى هو ده الاند بتاع الاوتبوت بتاعنا. طيب عندنا بقى قاعده اسمها اف إلس. اف إلس بتبقى اف وإلس. اف هنا بيديك شرط معين، لو اتحقق الشرط ده نفذ نتيجه معينه. طب لو ما اتحققش خلاص خش على الإلس على طول ونفذ النتيجه بتاعتها. طب ممكن بقى يدخلك عليها حاجه اسمها ال اف، وده بيبقى شرط تاني. يعني مثلا بيقول لك الشرط ده لو ما اتحققش خش على الشرط اللي بعده اللي هو ال اف. طب لو الشرط اللي بعده كمان ما اتحققش خلاص خش على الإلس. دي باختصار كده شرح القاعده اف إلس. كده شرحت لك الفور لوب، وشرحت لك الاف إلس، وشرحت لك الالجوريزمز. كده احنا لمينا شابتر اللي هو شابتر 12 اللي هو بقول لك انا شابتر 3. طيب نخش بقى على اخر شابتر معانا، وهو اساسيات الموقع او هيكل الموقع.
وهو بشكل سريع كده منقسم لثلاث حاجات: HTML و CSS وجافا سكريبت. HTML دي اللي هي اللغه الهيكليه، طب CSS اللي هو الستايل، طب الجافا سكريبت اللي هو التفاعل بقى اللي هي لغه البرمجه بتاعتنا. طيب بشكل سريع كده احنا عندنا زرار مكتوب فيه مثلا ايه كليك، ده كده HTML. طب لو لوناه مثلا باللون الاحمر يبقى احنا كده CSS. طب عايزين ندوس على الزرار ده ينفذ اكشن معينه، يعرض لنا حاجه معينه، فدي كده الجافا سكريبت اللي هي لغه البرمجه بتاعتنا. كده احنا دخلنا لغه البرمجه في الزرار خليناه متفاعل. يبقى ال HTML دي اللغه الهيكليه، ال CSS دي لغه الديزاين او الستايل، الجافا سكريبت هي لغه البرمجه اللي بتخلي الموقع بتاعنا متفاعل. طيب ال HTML دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من شويه تاجز زي ال H1. دي بتستخدم ال H1 دي بتستخدم في الهيدنج اللي هي العناوين الرئيسيه. طب البي دي بتستخدم في الباراجراف، بتتكون من شويه سيلكتور زي HTML وهيد وبادي تاجز. طبعا كل الحاجات دي بتتكون من في برضو تاج مهم عندنا اسمها بوتون. كل دي HTML. طيب لو نيجي لل CSS وهي بقى اللي بتعمل ديزاين للموقع، بص بتاخد ال H1 دوت اللي هو بتاع ال HTML وبتدي له كلر بلو، بتدي له تكست الاين سنتر، بتاخد كلاس معين وبتقعد بقى تستايل. يبقى ال CSS هي اللي بتستايل، انما الجافا سكريبت بقى اللي بتخلي ال HTML وال CSS حاجه متفاعله. هي بتبقى مسؤوله بس عن الانتر اكتيف والانتر اكشن، بتخلي الموقع متفاعل. همثلك الموضوع كله بمثل صغير. دلوقتي عندك هيكل عظمي كده قدامك، عظم ده كده HTML، ده الهيكل. طب لو لبسناه لبس بقى كده CSS، بس لسه ولا بينطق ولا بيتكلم ولا بيتفاعل معاك. طب عايزين الهيكل العظمي ده اللي لبسه وشكله حلو يتفاعل معانا، بنديله الجافا سكريبت او بنديله دوره دمويه بنخليه يتفاعل. فالدوره الدمويه دي هي الجافا سكريبت. كده يا باشا انا اوبا القلم وقع. كده انا خلصت لك المنهج كله في ربع ساعه. يعني بص، هو المنهج ده ايه او الفيديو ده ايه؟ في شويه المعلومات او التريكات المهمه. اتفرج عليه وما تنساش تتفرج على فيديو ليله الامتحان في حل 130 سؤال. والله 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 ما هيخرج منهم الامتحان. اشوف وشكم على خير وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.